والمال صعب. يدخل يده في جيبه يقرر يطلع 20,000 يمرق 5,000. والله كلك بجد. والله القروش دي حارة حارة. كيف الزول بعد ما يطلع يقول لك اسمع يطلع 100,000 يقول دي باكر بدالي زول مسكين. والله كان اصبح باكر كان ادى 10,000 تعال سألني تديها في الليل ذاك طوالي. والله ليه باكر بتقلب بيقول لك المرأة حق اللبن والاولاد داري حق المدرسه وتنقص تنقص تنقص لحد ما الشيطان يقول لك الله ما امر بالهلاك. انت في رقبتك محتاج. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وبالتالي عثمان بن عفان ده في الإنفاق والله يا إخوان ما رأيت مثله. بالجد بئر روما اشتراها ب35,000 درهم وجعلها خالصة للمسلمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في المسجد. لذلك قال أهل السير اشترى عثمان الجنة من رسول الله مرتان أو مرتين. اشترى مرتين. قال اللي يعملها يكون يخش الجنة يشتري بالروما يدول الجنة. اشترى طوالي ما قال خلاص الجنة كفاية. بعد فترة قالوا من يجهز جيش العسرة وله الجنة جهزه عثمان. أنا لو كنت محله أقول الجنة كم مرة ما خلاص اشتريتها أنا ضمنتها شوف لك زول تاني. أنا لو كنت في محله أقول كذي اشترى الجنة مرتين. قالوا الجنة اشترى تاني قالوا الجنة برضو اشترى. اشترى الدار المجاورة للمسجد وقال من يشتري الدار وله الجنة اشتراها. في الكعبة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد بعد فتح مكة قال من يشتري الدار المجاورة له الجنة اشتراها عثمان. أصلا في الإنفاق ده جيش العسرة جهز جيشا كاملا. يا إخواننا والله أنا ما بعرف يا أخي أنا ما بعرف الناس دي اللي بيفهموا كيف. يا إخواننا نحن الدين ده ما عملنا فيه أي حاجة قاعدين تحت المكيفات والمراوح كويس وما شاء الله مبسوطين. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة جاب 940 بعير و60 فرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركني فيها رجل لا بخطام بعير ولا لجام فرس. قال حتى عقال البعير الحبل جابوا ما لما جاء الموضوع بيجيبوا بنجدوا لجد جاب الشيء كله. بعد ده جاء بال40 أوقية من الذهب وضعها بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالدنانير يضعها حتى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير وقال ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة.